كل يوم والتاني بقينا نسمع عن سرقة الموتوسيكلات، والسبب بيكون هنا هي غلطة أصحاب الموتوسيكلات إن هم بيسيبوها مفتوحة مش مسوكة. فيديو النهاردة تعالوا بينا نشوف مع بعض. ده موتوسيكل ديليفري اتسرق. الراجل كان بيودي وجبة للناس، بص ما لقاش الموتوسيكل بتاعه. شايفين يا جماعة الشاب اللي جاي ده شاب لابس طاقية، ده اللي عليه دايرة ده شاب ماشي في الشارع لابس طاقية طالع من بيته مش لاقي أي حاجة، معدي بالصدفة بص لقى موتوسيكل ده اللي عليه سهم ده واقف وراكن على جنب. من هنا الحرامي ابتدى يشغل دماغه ويشوف الموتوسيكل ده هل هو مسوجر ولا لا. فطبعا هيأمن على المكان، هيبص يمين وشمال. بص دي كانت مدرسة، بص جوه المدرسة ملقاش حد. صاحب الموتوسيكل سايبه مش مسوجر. وطبعا قلت في الفيديو اللي فات الغلطة هنا يا جماعة الكبيرة ان حضرتك ما بتسوجرش الموتوسيكل بتاعك وبتسيبه مفتوح. الشاب قعد جنب الموتوسيكل زي ما احنا شايفين، فضل يبص على الوضع، يأمن على المكان يمين وشمال، شوف ناس رايحة ناس جاية. صاحب الموتوسيكل لو طلع مش هيقدر يقول له انت بتعمل ايه. فجأة قام قعد على الموتوسيكل بتاعه عشان يشوف الموتوسيكل ده مسوجر ولا لا. قعد على الموتوسيكل بيبص يمين وشمال. طبعا ده يا جماعة بيلعب على الموتوسيكل اللي هو مش مسوجر. قلت الموتوسيكل اللي مش مسوجر. الحرامي ده ذكي شوية، هو شغل دماغه واستعان بتوك توك عشان خاطر يسرق الموتوسيكل ده. ودي كانت ابسط سرقة في حالات سرقات الموتوسيكلات. ما قطعش ضفيرة وما دورش مش عارف ايه ومعهوش نسخة مفتاح والكلام ده كله، معهوش اي حاجة. ده سرقه باسهل سهولة. فضل يبص على المكان يمين وشمال. بص ده شارع عمومي، تكاتك رايحة تكاتك جاية، والوضع طبيعي جدا. فضل قاعد كده شوية زي ما انتم شايفين، بيأمن على المكان وبيمد ايده يشوف الموتوسيكل هل الجدون مسوجر ولا لا. ده طبعا زي ما احنا شايفين صندوق الدليفري وراه، وقاعد الشاب عادي طبيعي جدا. حتى لو صاحب الموتوسيكل طلع في الوقت ده، شاب قاعد على الموتوسيكل بعد اذنك ماشي اتفضل وتمام، كان بيستريح عليها شويه. من هنا اللص بيعمل حيل عشان خاطر يعمل حاجه. بص يا جماعه بصوا لف الجدون لف معاه مش مسوجر. طبعا كده واقف على لو مفتاح هيدور الموتوسيكل. بس الشاب ده شغل دماغه شويه واستعان بتوك توك عشان خاطر يسرق الموتوسيكل ده. قاعد هو بيفكر دلوقتي هيسرق الموتوسيكل ده ازاي. فضل قاعد شويه يبص يمين وشمال محتار متوتر. طبعا الشباب ده الله اعلم بيبقى مبرشم او واخد حبوب او واخد حاجه، الله اعلم بظروفه، او بيسرق بهدف ان يا جماعه الناس اللي بيسرقوا الموتوسيكلات دي في الغالب بيبيع موتوسيكل ب 500 جنيه وب 200 جنيه. يعني بتسمع اسعار، يعني موتوسيكل ب 20000 جنيه وب 15000 يبيعوا ب 500 جنيه وب 200 جنيه عشان خاطر اغراض شخصيه او المخدرات او ما الى ذلك. واقف الشاب برضو بيبص على الناس خايف من صاحب الموتوسيكل، بيمد ايده. الموتوسيكل يعني سلس كده، الحركه معاه طبيعيه جدا، يعني واقف على التدوير. الحرامي ده ذكي جدا، شغل دماغه قال لك هسحب الموتوسيكل ده ازاي. هنشوف مع بعض. هو استعان بتوك توك عشان خاطر يسرق الموتوسيكل ده. قاعد زي ما احنا شايفين بيفكر يسرق الموتوسيكل. كل دي محاولات ان هو يشوف الموتوسيكل سايب معاه ولا لا. هو كده واقف على ايه؟ لا في جنزير ولا في قفل ولا الموتوسيكل مسوجر، واقف على مفتاح يشغل الكونتاكت ويسحبه، او يستعين باي حد يجر الموتوسيكل ده ويسحبه معاه ويروح مكان اللي يسرقوا فيه. شايفين مع بعض واقف بيبص على كل حاجه، بيأمن على المكان، بص يمين شمال، لقى الوضع طبيعي جدا، مفيش حد بيبص على الموتوسيكل. قرر ان هو يروح الاتجاه المعاكس ويفكر يشوف هيسرق الموتوسيكل ده ازاي. قلنا يا جماعه قبل كده بتبقى غلطه الناس، قلنا في واير او جنزير او قفل بتقفل الموتوسيكل بتاعك. الحرامي لما بيبص يلاقي الموتوسيكل بتاعك مسوجر خلاص بيروح يسرق واحد تاني من بعيد. المهم ان انت تبقى مأمن نفسك ومسوجر الموتوسيكل كويس، وما تعتمدش على المسوجر بتاع الكونتاكت ده لان ده مش هيفيدك باي حاجه وبيفكوه. فاحسن لك تشتري جنزير او واير يكون لك امان شويه عن موضوع المسوجر بتاع المفتاح ده. الشاب ده قاعد في الاتجاه المعاكس، قاعد بيفكر يشوف هيسرق الموتوسيكل ده ازاي.
هو مش شايف حواليه غير تكاتك رايحه وتكاتك جايه. بيبص بيكلم واحد بيقول له شوف لي توك توك كده جاي ولا لا، بص وقال له لسه قدام شويه. فهيفضل قاعد شويه لغايه ما يجي توك توك يشاور له ويقول له عايزك تشدني توديني مشوار. زي ما شفنا شاب فضل قاعد مأمن على المكان من بعيد، بيبص على الموتوسيكل، ملوش اصحاب، صاحب الموتوسيكل مش موجود، ما حدش بيبص عليه، ما حدش شاغل باله بالموتوسيكل، الوضع هادي جدا. كل ما في الامر ان في تكاتك رايحه وتكاتك جايه. شارع عمومي، ده مكان مجمع مدارس، شارع عمومي وعربيات رايحه وتكاتك جايه وكل حاجه. الشاب ده وقف توك توك وقال لصاحب التوك توك ده انا الموتوسيكل بتاعي عطلان وتعالى معايا شد الموتوسيكل ده. بس للاسف ما كانش فيه واير او حبل عشان يشد الموتوسيكل، فهنشوف الطريقه اللي هو سرق بيها الموتوسيكل ازاي. قال لي صاحب التوك توك الموتوسيكل بتاعي عطلان، يا ريت تشدني معلش لاقرب ميكانيكي او عشان احط بنزين حاجه زي كده. كده خلاص فكر ان هو ياخد الموتوسيكل. هيطلع بالموتوسيكل وهيركب وهنشوف التوك توك هيشد الموتوسيكل ازاي. طبعا دي طريقه احترافيه ما يحترفهاش غير واحد متدرب على الموضوع ده كل يوم والتاني في الموضوع ده. سحب الموتوسيكل بالفعل والتوك توك زي ما شفنا. التوك توك ماشي والشاب ماسك بايد من جنب التوك توك زي ما شفنا اهو، الدايره الحمراء دي على التوك توك والشاب الناحيه التانيه باتجاه السور زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. التوك توك ماشي والشاب ماسك في التوك توك، ايديه ثابت مره واحده والموتوسيكل طبعا مش هيشتغل لان الكونتاكت مش مفتوح، وهيروح يمسك تاني بالموتوسيكل. وهنا تمت عمليه السرقه. تمت السرقه طبعا. عامل الدليفري او اللي شغال دليفري بالموتوسيكل ده، سيادتك جايبه قسط، سيادتك جايبه عليك شيكات، شاري موتوسيكل تاكل بيه لقمه عيش، تشتغل دليفري، تخش في مكان زي ده من غير ما تسوجر الموتوسيكل. دي اكبر غلطه بيقع فيها الناس بتوع الدليفري. هنجيب كاميرا تانية بنفس الشارع قدام شويه، هنلاقي بالجانب التاني طبعا الموتوسيكل جاي اهو ماسك في الحديده بتاعه التوك توك، والتوك توك بيسحب الموتوسيكل وبكده راح بعيد عن المكان المطلوب. يسحبوا بقى بيدوروا بالمنافله، ده شغلهم. ساحب وماشي، وده صندوق الدليفري ورا الموتوسيكل واضح جدا اهو. شاب لابس كاسكيته وشاب صغير كده خلاص سرق الموتوسيكل. سيادتك قلت لحضرتك في الفيديو اللي فات اوعى تكون عرضه ان سيادتك يتسرق منك اي حاجه، اوعى تخلي للحرامي فرصه انه يسرقك. بمجرد ما تسيب الموتوسيكل بتاعك حر كده انت بتطمع الحرامي ان هو يسرقك. الحرامي بيطمع ان هو يسرق منك اي حاجه، انت اديته الفرصه، اديته الامان، اديته الامان. المال السايب بيعلم السرقه. ده مال سايب، مال سايب صاحبه مش موجود في الوقت الحالي، موتوسيكل حر معايا، موتوسيكل لو سحبته هيمشي معايا، مفيش مسوجر، مفيش جنزير، مفيش قفل. تطلع سيادتك من تسليم الوجبه اللي هتاخد عليها 20 جنيه تبص تلاقي الموتوسيكل بتاعك اتسرق. ودي طبعا بيبقى السبب الكبير والغلطه فيها هو صاحب الموتوسيكل لانه ما سجروش. طبعا بناء على المحضر المحرر من صاحب الموتوسيكل ده تم رجوع الموتوسيكل ليه وتم القبض على اللص ده، لكن مش في كل الاوقات بيتم القبض على الحرامي. احيانا لم يتم التعرف عليه وبيكون من محافظات تانية او من مكان بعيد وجاي يسرق في المكان ده، عشان خاطر الكاميرات المراقبه ما تقدرش تتعرف عليه او ما حدش يعرفه من المنطقه او من الناس الموجوده، وتضطر تنشر الفيديو على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وتقول ابحث مع الشرطه ودور معانا على الشاب ده. من حسن الحظ الموتوسيكل رجع بعد حوالي 5 أو 7 ايام بناء على المحضر المحرر ورجع لصاحبه. احيانا يا جماعه اللي بيسرق موتوسيكلات بتبقى فيه مافيا بتسرق الموتوسيكلات، في حين ان هم بيوصلوا لك او بيبقوا عارفين الموتوسيكل ده بتاع مين. بيكلمك واحد على التليفون وبيبتدي يساومك في الموتوسيكل اللي هو بتاعك، يعني يقول لك الموتوسيكل بتاعك موجود في الحفظ والصون، عايز تاخده ادفع لي 5000 جنيه. سيادتك بدل ما بتروح تشتري موتوسيكل جديد بحوالي 20000 جنيه لا بتستقرب المكان وبتقول انا ادفع 5000 جنيه واخد الموتوسيكل بتاعي بدل ما اشتري واحد تاني ب20. ما تسيبش نفسك فرصه ان حد يسرق منك اي حاجه او انك تسيب الموتوسيكل بتاعك من غير ما تسجره. كل حالات السرقه اللي عرضتها على قناتي كلها موتوسيكلات، يعني ما بتقولش بتقول للحرامي تعالى اسرقني،
الموتوسيكل سايب وحر وسيادتك سايبه من غير مفتاح. ودي طبعا سهل على اللص ان هو يسرق موتوسيكل في غمضة عين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلني كل جديد، واكتب لي في الكومنتات رأيك ايه في الموضوع اللي بعرضه ده. وشكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة، الى اللقاء. شاب لابس كاسكيتة وشاب صغير كده خلاص سرق الموتوسيكل. سيادتك قلت لحضرتك في الفيديو اللي فات اوعى تكون عرضة ان سيادتك يتسرق منك اي حاجة، اوعى تخلي للحرامي فرصة انه يسرقك. بمجرد ما تسيب الموتوسيكل بتاعك حر كده انت بتطمع الحرامي ان هو يسرقك. الحرامي بيطمع ان هو يسرق منك اي حاجة. انت اديته الفرصة، اديته المكان، اديته الامان، اديته الامان. المال السايب بيعلم السرقة. ده مال سايب، مال سايب صاحبه مش موجود في الوقت الحالي. موتوسيكل حر معايا، موتوسيكل لو سحبته هيمشي معايا، مفيش مسوجر، مفيش جنزير، مفيش قفل. تطلع سيادتك من تسليم الوجبة اللي هتاخد عليها 20 جنيه تبص تلاقي الموتوسيكل بتاعك اتسرق. ودي طبعا بيبقى السبب الكبير والغلطة فيها هو صاحب الموتوسيكل لانه ما سجروش. طبعا بناء على المحضر المحرر من صاحب الموتوسيكل ده تم رجوع الموتوسيكل ليه وتم القبض على اللص ده، لكن مش في كل الاوقات بيتم القبض على الحرام. احيانا لم يتم التعرف عليه وبيكون من محافظات تانية او من مكان بعيد وجاي يسرق في مكان ده، عشان خاطر الكاميرات المراقبة ما تقدرش تتعرف عليه او محدش يعرفه من المنطقة او من الناس الموجودة. وتضطر تنشر الفيديو على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وتقول ابحث مع الشرطة ودور معانا على الشاب ده. من حسن الحظ الموتوسيكل رجع بعد حوالي 5 أو 7 أيام بناء على المحضر المحرر ورجع لصاحبه. احيانا يا جماعة اللي بيسرق موتوسيكلات بتبقى فيه مافيا بتسرق الموتوسيكلات، في حين ان هم بيوصلوا لك او بيبقوا عارفين الموتوسيكل ده بتاع مين. بيكلمك واحد على التليفون وبيبتدي يساومك في الموتوسيكل اللي هو بتاعك، يعني يقول لك الموتوسيكل بتاعك موجود في الحفظ والصون، عايز تاخده ادفع لي 5000 جنيه. سيادتك بدل ما بتروح تشتري موتوسيكل جديد بحوالي 20000 جنيه لا بتستقرب المكان وبتقول انا ادفع 5000 جنيه واخد الموتوسيكل بتاعي بدل ما اشتري واحد تاني ب 20. ما تسيبش نفسك فرصة ان حد يسرق منك اي حاجة او انك تسيب الموتوسيكل بتاعك من غير ما تسجره. كل حالات السرقة اللي عرضتها على قناتي كلها موتوسيكلات، يعني ما بتقولش بتقول للحرامي تعالى اسرقني. الموتوسيكل سايب وحر وسيادتك سايبه من غير مفتاح. ودي طبعا سهل على اللص ان هو يسرق موتوسيكل في غمضة عين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلني كل جديد، واكتب لي في الكومنتات رأيك ايه في الموضوع اللي بعرضه ده. وشكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة، الى اللقاء.